بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أخبرتكم في فيديوهات سابقة أن الصيف عندنا في السند يكون حار جدا. وعندنا مشكلة ثانية كمان في السند أو في كامل باكستان على ما أظن، هي مشكلة الكهرباء. فتنقطع الكهرباء عنا كثير، وخاصة في أيام الصيف والحر شديد. كيف ايش يسوي الواحد؟ فتكثر عندنا مصانع للثلج، يصنعون فيها الثلج، ومن ثم هذه الثلج هذا ينتشر في المدن وفي القرى المجاورة. اليوم كمان أنا موجود في مصنع من هذه المصانع في مدينة غوسبور، وموجود أيضا صاحب هذا المصنع، مصنع الثلج، وهو الأخ محمد آصف ملك. نأخذ منه فكرة عن مصنع الثلج وكيف يصنعون الثلج وإيش هي مراحلها، وبعدين راح أحاول إن شاء الله أخذ فكرة عن المشروع هذا، إذا كان الواحد يعني يبغى يسوي لنفسه هذا المشروع في أي مدينة من مدن السند. كم يكلف هذا المشروع وإيش هي المراحل التي يمر منها، فخلوكم معنا. هذا هو مصنع الثلج في مدينة غوسبور. هي 3 مصانع موجودة في هذه المدينة، مع أنها مدينة صغيرة، لكن احتياج الناس لهذا الثلج يعني كبير. لذلك ففي المدينة توجد 3 مصانع. هذا الترانسفارمر نقول له ينزل من فوق من كهرباء 11,000 واط، ويعطي المصنع هذا الكهرباء. طيب يا اخوان، الفكرة وما فيها انه التانك هذا، المساحة هذه بكاملها مليانة بالموية. هذه كل المساحة هذه تحت مليانة بالموية المالحة، والموية المالحة بتيجي من هنا، بيعبون الموية المالحة هنا الموية، وبعدين يحطون فيها الملح، والدينامو هذا يخلطوا مع بعض، يخليه مخلوط، والموية بعدين تروح الموية هذه عن طريق الأنبوب هذا. موجود فيه هنا أنبوب غاز كمان. هذه المويه المالحه تروح عن طريق الانابيب هذه، شايفين هنا هذا لونه دحين ابيض لانه بيثلج، يعني بيبرد كثير. من هذا الانبوب بيختلط فيه الغاز والملح ويبرده. الغاز يبرده والملح يقويه، يقوي الثلج. بعدين تروح في الماكينات هذه اللي موجوده، يمر من هذه المكاين ويروح للجهه الثانيه. هناك بوريكم الجهه الثانيه. وبعدين بعد ما يمر من هناك يجي في الريسيفر هذا اللي تحت، وبعدين يخش هنا في المساحة التحتانية. بعد هذا بيعبون موية طازة من هذه الأنابيب في العلب هذه. لوحة التحكم هذه वोल्टेज मतलब 450 वोल्टेज विदा है बिजली विदा الفولت هذا، ايوه الكهرباء. ये मेन एम्पियर है जगह है मोटर जो लोड है जो موتر هنا، موتر جو الماكينة هذه. هي مكمل ماشين जो लोड है الماشين بكامله هذا هو العداد. ये शावर अंदर मरिया नहीं है شاور. ये लूनर को कोई ले الملح، لون يعني ملح. كمبريسر الغاز. وشاور بوريكم دحين الشاور. لوحة التحكم هذه من الداخل، هي فيوزن. هذا يتجاهل فيوزن. ये ले شوف المفتاح. هذا هو الشاور. طيب الغاز والمويه اللي بتيجي من هناك من الماكينه هذيك اللي وريتكم عن طريق الانبوب هذا، وتكون هنا، بعدين من هنا تروح للشاور.
الشاور يبرد مرة ثانية، لأن الماكينة هناك سخنت الموية. الشاور هذا يبرد الموية مرة ثانية، بعدين يجي عن طريق الأنابيب هذه ويرجع من هذا الأنبوب إلى الداخل مرة ثانية. أما الموية اللي شايفينها هذه كلها وهذه كمان، هذه كلها راح تضيع. الموية هذه ما منها أي فائدة. هذه الموية كلها حتروح في المجاري. الله يكرمك. شايفين أنا جيت على السطح دحين عشان أوريكم الموية هذه والشاور بطريقة أفضل. يعني الموية هذه اللي قلت لكم راح تضيع، بتروح هناك. شايفين؟ طيب دحين جينا من الجهة اللي بيطلعون منها الثلج. بيقول لي صاحب المصنع الأخ محمد آصف أنه المساحة هذه كلها يكون فيها 300 علبة من علب الثلج. كل 24 ساعة يطلعون 100 علبة فقط. العلبة هذه يسمونها كين ويسمونها بلاك كمان. 3 طن. البلاك الواحد يزن 3 طن. والبلاك الواحد يبيعونه ب 250 روبية. أما التاجر اللي يأخذ من هنا العلب هذه أو الكين أو البلاك ويبيعها هناك داخل المدينة أو في القرى، يكسب منها من 50 إلى 100 روبية. إذا كان الثلج يعني قوي ويكون تجمد تمام فيكسب منها أكثر. أما إذا كان الثلج تجمد قليل فيكسب منها قليل. ومن 50 إلى 70 أو 80 روبية يكسب من العلبة الواحدة أو البلوك الواحد. الأخ هذا جالس يطلع دحين بلوك الثلج. شوف جالس يطلع الثلج الجاهز، البلوك الجاهز بيطلع. अच्छा अगर मैं पानी निकले कट जी يحط فوقه مويه عشان الثلج يطلع. साईं अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम सर। खुश आयो। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जमाइन दानियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो करम। पहिरियों सुवाल मां इहो कंदुसि तव्हां खां त जेकॾहिं को माण्हू ही नओं प्रोजेक्ट लॻाइणु चाहे थो बर्फ़शाप जो, त उनखे इन्वेस्टमेंट केतिरी करणी पवंदी? सर अगर प्लाट उनखे पंहिंजो आहे त पोइ तक़रीबन 80-90 लख रुपए ताईं अची वेंदो। जेकॾहिं प्लाट न आहे त पोइ तक़रीबन माना 1 करोड़ 80 लख या 2 करोड़ ताईं माना अची सघे थो। ठीकु। साईं आसिफ साहब इहो ॿुधायो त महीने जो बिजली जो बिल तक़रीबन केतिरो थो अचे? सर बिजली अगरि हाणे जीअं हे हाणे हालात हलनि था पिया, 12 घंटा असां वटि माना लोड शेडिंग आहे, 12 घंटा बिजली हले थी, त उनजो तक़रीबन बिल ईंदो आहे तव्हांखे 3.5 खां 4 लख रुपया। ऐं जेकॾहिं माना बिजली 18 घंटा हलंदी आहे त पोइ असां वटि बिल ईंदो आहे 7 लख 6.5 लख रुपया एतिरो अची वेंदो आहे। अच्छा साईं मेंटेनेंस जो तक़रीबन केतिरो ख़र्चु अचे थो? सर हर साल मनी वञो त 1-1.25 लख रुपये माना जेको आहे हिन ते रिपेयरिंग जो ख़र्चो अची वेंदो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ रंग थींदा आहिनि कैन या मशीनरी जेका आहे हुनजो माना कमकार थींदो आहे, उहो लेथ ते चढ़ंदी आहे, या गैस लूण जो हूंदो आहे, पोइ गैस खुटल हूंदो आहे, लूणु खुटल हूंदो आहे, उहो ईंदो आहे माना 1.25 लख ताईं थी वेंदो आहे। साईं आसिफ साहब हिन प्रोजेक्ट मां सालियानो तक़रीबन केतिरी कमाई थी थी? सर असां वटि सालियानो त न हलंदी आहे, माना सीज़न थींदी आहे 3 महीना 4 महीना, हुन में माना तक़रीबन असांखे 7-8 लख रुपया माना बचंदा आहिनि। जेकॾहिं 12 महीना हले या हाणे मुख़्तलिफ़ हैदराबाद या कराची माना वॾा शहर हुते 12 महीना हलंदा आहिनि, हुते माना तक़रीबन हिनखे 20 लख 25 लख बि बचंदा। अच्छा साईं आसिफ साहब स्टाफ केतिरो तक़रीबन हिन में कमु करे थो? स्टाफ हिन में 3 ट्रैकमैन आहिनि जेके, ऐं हिकिड़ो मिस्त्री आहे जेको मेन मशीन जेको कारोबार संभालींदो आहे, ऐं मशीन जो माना संभाल कंदो आहे, ऐं हिकिड़ो मुंशी आहे जेको माना माल सप्लाई थो ॿाहिरि उहो लिख पढ़े उहो कंदो आहे मुंशी।
अच्छा या तक़रीबन 5 माण्हू कंदा आहिनि हिन जे। मूंखे ख़बर पई आहे त मिस्त्री जेको आहे पंहिंजो साईं आहे वर्कशॉप जो, जी साईं जो नालो नज़ीर अहमद सोलंकी। नज़ीर अहमद सोलंकी साहिबु। ठीकु आहे आसिफ़ साहिबु, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो ऐं असांखे हिन पूरे वर्कशॉप जो सूरत हाल खां आगाह कयो। कोई ॻाल्हि न आहे, मां तव्हांजो